السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل الأيام التي يمكن للمسلم أن يستثمر فيها أعماله الصالحة، فهي أيام مباركة أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم، حيث قال في سورة الفجر: والفجر وليال عشر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل هذه الأيام بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وتشمل هذه الأعمال الصيام، خاصة يوم عرفة الذي يكفر سنتين من الذنوب، والتكبير والتهليل والتحميد، والصدقة والحج والعمرة لمن استطاع، وذبح الأضحية في عيد الأضحى. إن استغلال هذه الأيام المباركة بالاجتهاد في العبادة والعمل الصالح يعد فرصة عظيمة للمسلمين لتعزيز علاقتهم بالله وتحقيق الأجر والثواب العظيم. لذا علينا أن نحرص على الاستفادة القصوى من هذه الأوقات الفضيلة بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والدعاء. في الختام، تعد العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة ذهبية لا تكرر إلا مرة في العام، وهي فرصة للمسلمين لزيادة رصيدهم من الحسنات والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة بتكثيف العبادة والاجتهاد في الطاعات. خلال هذه الأيام يمكننا تحقيق رضا الله ونيل الأجر العظيم. لذا يجب علينا أن نغتنم هذه الأيام المباركة ونسعى جاهدين لتحقيق الاستفادة القصوى منها، آملين أن يمن الله علينا بقبول أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا ويمدنا بالتوفيق والسداد في كل ما نقوم به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.